هوك وكربلاء. إذا صافرة الحكم ليث فرحان هي من تضبط هذا اللقاء، يساعده علاء عباس، حسين وائل حامد طالب حكم رابع، مهند مناف حكم الفار، وليد عبد السلطان أي فار. انطلقت على بركة الله صافرة البداية لأحداث هذا اللقاء لمباراة اليوم ما بين الكهرباء والميناء، مباراة الإياب بعد أن انتهت مباراة الذهاب لمصلحة نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف. اليوم بملعب الميناء بملعب السفانة يحاولون أن يغرقوا الكهرباء من خلال هذا اللقاء ويسجلوا الأهداف لتحقيق 3 نقاط مثيرة من خلال مباراة اليوم لحساب الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق. كرة بعد أن وصلت الآن بمنتصف الملعب، نتابع ونشاهد أحبتي بعد انطلاق صافرة البداية نادي الميناء بالقمصان الزرقاء، أما بالقمصان البرتقالية نادي الكهرباء. كتيبة المدرب راضي شنيشل أمام كتيبة المدرب حسام السيد. من خلال هذا اللقاء هنا تشكيلة الكابتن راضي شنيشل بالحراسة أمجد رحيم علي خالد محمد يحيى دلاهي خضر علي حسام كاظم، أما بخط الوسط علي رحيم حيدر عبد الكريم روان روبن تيليس ومعين أحمد محمد سويعيد ونهاد محمد. هي تشكيلة نادي الكهرباء انتقال لتشكيلة المدرب حسام السيد لنادي الميناء للسفانة بالحراسة عبد السليم حماد حسين عامر وعباس ياس مسلم موسى وجون جيرالد لوفيلو روبن وكذلك اللاعب كيسيدا وإيسيون أندري ألان الصناطي وعلى عبد الزهرة سالم أحمد. هي تشكيلة نادي الميناء السفانة لهذا اليوم لهذا اللقاء. من خلال مباراة اليوم نتابع ونشاهد أحبتي، هل تنجح كتيبة الكهرباء وتحقق انتصار هنا خارج الديار في ملعب الميناء، أم يكون هو مباراة رد الثار بالنسبة لنادي الميناء لكتيبة المدرب حسام السيد. هذه الكرة بعد أن وصلت الآن بعد أن عدت لا زالت مستمرة وبنقلة نادي الكهرباء في آخر لقاء حقق فوز كبير على نادي هوك، لعب انتصار ثمين بالنسبة لنادي الكهرباء. هذه وصلت الآن وكذلك بآخر لقاء بالنسبة لنادي الميناء هو تغلب على شقيقه في ديربي البصرة على نفط البصرة بهدف أيضا دون رد، واليوم يسعى لتحقيق النقاط الثلاثة من خلال هذه المباراة. نتابع ونشاهد. كرة وصلت الآن بمنتصف الملعب، نقلة انقطعت، عادت الكرة هنا خضر علي يحاول من خضر علي وهنا العبور من اللاعب مسلم موسى، يحاول مسلم عرضية تأتي والإبعاد تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضاعت الكرة أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الإبعاد كان حاضر، نظرات للكابتن حسام السعيد المدرب السوري، سبق وأن درب القوة الجوية والميناء، أيضا درب نادي الفيصلي وظفار العماني والوحدة السوري. وعودة للمدرب حسام السيد لتدريب نادي الميناء مرة أخرى. نظرات للكابتن راضي شنيشل لعب بتوجيهات لكتيبة الكهرباء. كابتن راضي شنيشل حقق فوز ثمين على نادي هوك بطل دوري أبطال الخليج وكذلك بالنسخة الأولى، وأيضا في الجولة الماضية وحقق انتصار بهدف دون رد، واليوم يحضر هنا في المنافسة لحساب الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق. ومن خلال هذا اللقاء من مرحلة الإياب المرحلة الثانية من منافسات دورينا. كرة وصلت بمنتصف الملعب عند اللاعب علي خالد من علي خالد، ملعوب الكرة عند اللاعب خضر علي، خضر علي لعب للزوراء والطلبة والشرطة، ونقلة من خضر هنا بمنتصف الملعب عند اللاعب محمد سويعيد، نقلة من سويعيد عدى بالكرة سويعيد، لا زالت محاولة والعبور المرور بهذه الكرة. وصلت الآن عدت عند الحارس عبد السليم حماد حيدر باللقطة الماضية، وهذا روان ريبيري تيليس اللقطة الماضية بعد ما عادت هناك لعباس ياس، أعاد الكرة لعبد سليم، عبد سليم لاعب وحارس الميناء، لعب لأمانة بغداد والكرخ وعاد لصفوف الميناء مرة أخرى بمنتصف الملعب. هذه نقلة تعود هي الآن لحيدر
حيدر يحاول من حيدر عبد الكريم، حيدر بنقلة أمامية لحيدر عبد الكريم، والكرة هناك بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. نادي الميناء لعب 28 مباراة وعنده مباراة مؤجلة أمام نادي تهوك، بينما نادي كذلك الكهرباء لعب 29 مباراة، وهذه مباراة 30 لنادي الكهرباء، وهو يسعى من خلال مباراة اليوم بعد أن حقق الفوز ب9 مباريات وتعادل ب10 وخسر 10 مباريات. كذلك في الجهة الأخرى صاحب الأرض والجمهور نادي الميناء، حيث فاز ب8 وتعادل ب7 وخسر 13 مباراة. عدت الكرة إلى خارج أرضية ملعب اللقاء. الإبعاد كان حاضر باللقطة الماضية، ولا زلنا نتابع أحبتي، لا زلنا نشاهد حتى هذه اللحظات. نادي الميناء ب31 نقطة يحتل المركز السادس عشر بسلم الترتيب، والكهرباء صاحب المركز الثاني عشر كذلك ب37 نقطة. من خلال هذا اللقاء هل يقفز بسلم الترتيب ويحقق 3 نقاط من خلال مباراة اليوم؟ الكهرباء هذا ما يسعى ليجريه من خلال هذه المباراة، وكذلك نادي الميناء السفانة الفريق المتعطش للانتصارات. عدت الكرة وتعود هنا للحارس عبد السليم، من عبد السليم حماد أعاد الكرة للحارس بن عباس، بعدين وصلت عبد السليم يلعبها نقلة طويلة بمنتصف الملعب لحيدر تصل لمصلحة نادي الميناء للسفانة. هذه عادت لروان تيليس، وهناك خطأ باللقطة الماضية، خطأ كان على اللاعب أوسيون، وهذه الكرة تعود بوسط ملعب المباراة. لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. الآن هناك العبور من الجهة اليسرى، حيدر ينتظر عملية معين أحمد معين القادم من النجف، ونقلة طويلة تصل هنا. الكرة تنقطع من عباس، نقلة بوسط ملعب المباراة لعلاء عبد الزارة الكابتن والقائد، يحاول طويلة، هذه ماشي. شاهد هنا المرور عند اللاعب آلان، عدت من الصناطي وتعود مرة أخرى عند اللاعب أندرين، والكرة بوسط ملعب المباراة. بعد هذا الاحتكاك والتدخل هناك كان سحب من قميص اللاعب روان تيليس، والخطأ كان باللقطة الماضية على اللاعب إيثون اللقطة الماضية السنغالي إيثون. هذه بعد أن عادت وتعود مرة أخرى. شاهد هنا الكرة بنقلة من المسلم موسى، عادت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب جون جيرالد للسفانة لنادي الميناء، الفريق الذي يسعى من أجل النقاط الثلاثة وتحقيق 3 نقاط بأرضه. نعم، في المباراة الماضية لعب بالبصرة وحقق الفوز على شقيق نفط البصرة في مباراة ديربي البصرة ما بين نفط البصرة والميناء، واليوم كذلك يلعب هذه المباراة أمام نادي الكهرباء هنا بأرضه وأمام جماهيره. الكرة وصلت بمنتصف الملعب من آلان، عدت الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة، طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة، ذهبت بعيدة عن اللعب اللقطة الماضية. ذاك هو كريسيندا أم لوفيلو في وسط الملعب، هذه تعود قريبة الآن ولا زالت المحاولة مستمرة. أندري آلان الصناطي يحاول، بل الكرة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. شاهد ورايا تأتي من المساعد، هناك سقوط لاعب، سلامة للاعب معين، على ما يبدو سيكون تغيير اضطراري لمعين أحمد. الكلام ما بين الكابتن قصي منير، عادت الكلام ما بين المدربين الكابتن قصي والكابتن راضي شنيشي باللقطة الماضية. هذه الكرة عادت هنا بوسط الملعب عند اللاعب حسين عامر، ذهب مثل نفط ميسان وعاد مرة أخرى لنادي الميناء. لاعب منتخبنا الأولمبي كتيبة المدرب حسام السيد، مشتبه محمد غالب مهدي وكرار جحفر أسامة حميد رشيد مائي مهند عبد الرحيم ووزيري، هذه الأسماء المتواجدة في دكة المدلاء. بينما غيابات نادي الميناء لمباراة اليوم حيدر سالم، سجاد علاء وبرناردو بسبب الإصابة غائبين عن أحداث هذه المباراة. كذلك في الدكة الأخرى
لكتيبة المدرب راضي شديشل، ستار جبار، عباس عادل، محمد بن طرشة ومرتضى هديب، منتظر رحيم، ابو رفيصل ومنتظر عادل واونجا رونالد. ايضا هذه الاسماء المتواجده في دكه البدلاء لكتيبه نادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء. التعادل حتى هذه اللحظات مستمر ما بين الكهرباء والميناء. هل ستاتي الكهرباء بقوه لكي تفتتح التسجيل، لكي تنور الطريق؟ وصلت الان امن الميناء للسفانه، يحاولون بالراس والى خارج ارضيه الملعب. ضاعت يا مسلم موسى الى خارج ارضيه ملعب المباراه براسيه، والتهديد الاول ياتي من السفانه من مسلم موسى، ولكنها مضت الى خارج ارضيه ملعب المباراه. بهذا المرور، بهذا العبور، بهذه العرضيه وبهذه الراسيه ذهبت بعيده يا مسلم موسى. غادرت ارضيه ملعب المباراه، غادرت ارضيه ملعب المباراه يا مسلم موسى. لا زالت المحاولات مستمرة حتى هذه اللحظات ما بين نادي الميناء السفانة ونادي الكهرباء، يحاولون بأن يصلوا، بأن يسجلوا بمنتصف الملعب. هذه نقلة من عباس ياس، عباس هناك باتجاه اللاعب لوفيلو، عدى تملك يسيد المرور والكرة انقطعت في وسط ملعب المباراة. لا زالت مستمرة. جون جيلارد أعاد الكرة، جون جيرالد لحسين عامر، من عامر لجون مرة أخرى. شاهد نصل الكرة الآن بنقلة كيسين دامين ليوفيلو، عدى المرور، العبور بهذه الكرة، لكن هناك تنقطع وتأتي صافرة حكم المباراة ليث فرحان. حكم اللقاء كابتن ليث فرحان خطأ على لاعب حسام كاظم باللقطة الماضية. شاهد بعد محاولة العبور باللقطة الماضية من اللاعب ليوفيلو تلك اللقطة. تابع الآن عباس على ما يبدو، عباس ياسو على التنفيذ. نعم عباس على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة، وهذا سالم أحمد لن يظهر حتى الآن. سالم، هذه الكرة ملعوبة هناك طويلة وصلت للحارس أمجد رحيم، مثلنا في الطيسان الموسم الماضي، والكرة بوسط ملعب المباراة. ماذا هناك صافرة تأتي حكم المباراة، سلامة الحارس أمجد. على ما يبدو أمجد يشكو الإصابة، سلامة لأمجد. هذه الإعادة هذه الكرة التي وصلت لها الحارس أمجد رحيم. كانت هناك أيضا متابعة من اللاعب سالم أحمد، وخطأ كانت أيضا صافرة حكم المباراة على اللاعب سالم أحمد. ملعوبة الكرة من علي خالد، هناك لمحمد يحيى من دلاهي، تنقطع من حسام، وصلت الآن للأمام، وهناك راية من المساعد حسين وائل، راية المساعد حسين وائل، وخط بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة اللاعب سالم، السلامة لسالم أحمد. شاهد يحاول أن يعدي على اللاعب محمد يحيى دلاهي الموريتاني، سبق وأن لعب لنادي الحدود، لكن تعرض لهذا التدخل من اللاعب دلاهي باللقطة الماضية. نتابع من هذا المكان، نشاهد أحبتي الميناء يقتربون من أجل التسجيل وتحقيق أول أهداف في المباراة. هناك كرة ثابتة من مكان بعيد على التنفيذ من حسين، تنفذ وبالراس يأتي الإبعاد، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب أندريه. الآن سدت تلك الكرة وغادرت أرضية الملعب لتعود الآن جانبية لمصلحة نادي الميناء. للميناء ملعوبة الكرة لتعود مرة أخرى، بل تترك لكونها غادرت أرضية الملعب. صافرة حكم المباراة. نعم هذا هو اللاعب إيثون باللقطة الماضية السنغالي. ماشية الكرة الآن بنقلة، مضت طويلة الآن الكرة عند الحارس أمجد، من أمجد يلعبها لخضر علي، خضر علي وقريب، انقطعت إلى أن غادرت أرضية الملعب. سالم وخضر بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة
بهذا الأداء يحاول الميناء الوصول لتسجيل هدف أول في مرمى نادي الكهرباء، بينما الكهرباء الذي يبحث على أول أهداف المباراة من خلال هذا اللقاء. ففي المباراة الماضية التي جمعت الفريقين، مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين لهدف، هذه وصلت لنهاد ولكنها عند الحارس عبد السليم حماد. في مباراة الذهاب هذا اللاعب سجل هدفين، وعلاء عبد الزهرة سجل هدف في تلك المباراة. نقلة هناك من اللاعب السنغالي إيسيون يلعبها اتجاه اللاعب كيسيند، وعادت مرة أخرى بوسط ملعب المباراة. هناك من اللاعب جون أعاد الكرة لعبد السليم، عبد السليم تعود يا عبد السليم بنقلة مرة أخرى تصل لعباس ياس، عباس يلعبها لروبن لوفيلو، من لوفيلو بوسط ملعب المباراة. انقطعت هنا، مسلم موسى يحاول العبور، يأتي هنا نقلة عرضية، وصلت الكرة للحارس أمجد، من أمجد رحيم وخضر قريب، من خضر تتخلص الكرة والإبعاد إلى خارج أرضية ملعب المباراة، تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة. متابعة جيدة من هذا اللاعب مسلم موسى باللقطة الماضية، لكن علي خالد خلص الكرة ببراعة وأبعد، أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. لا زالت المحاولات مستمرة وكذلك البحث عن أول أهداف اللقاء. هل يتقدم نادي الميناء أم يتقدم الفريق الضيف نادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء؟ هي وصلت، عدت هناك من الجهة اليسرى حسام، تأتي العرضية، الكرة هنا تتهيأ بالراس، روان تيريس يلعبها، مرت لنهاد محمد وإلى خارج أرضية الملعب، ضاعت على نهاد محمد. سبق وأن لعب لنادي الطلبة والكرخ ونفط ميسان، بهذا المرور حاول ولكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. حسين عامر كان قريب، ضاع اللاعب نهاد محمد وخلص الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ركنية الآن لنادي الكهرباء. الكهرباء يحاولون من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء بهذا الخروج. يأتي الإبعاد، تتخلص والكرة قريبة هناك عند اللاعب محمد سويعيد، يتراجع من الموريتاني، وصلت بوسط الملعب وعادت مرة أخرى الكرة عند اللاعب علي خالد، أعاد الكرة للحارس أمجد رحيم، أمجد ينتظر من أمجد رحيم، ملعوبة الكرة طويلة بهذا الأسلوب أمامية، هناك الحسين قريب يترك الكرة لعبد السليم، ملعوبة الآن يا عبد، وهذه تصل الحسين عامر، الحسين عامر هو ينتظر حتى عادت مرة أخرى. كما ذكرنا هذه الجولة انطلقت منذ يوم أمس بعد أن تعادل القوة الجوية أمام نادي القاسم بهدف، والزوراء تغلب على نادي نفط البصرة ب3 أهداف دون رد، كذلك ديالى تغلب على نادي زاخو بهدف وحيد. والآن انطلقت مباراة الكرخ ونفط والميناء والكهرباء، بعدها تنطلق مباراة دوك والكربلاء عفوا. كذلك يوم غد ستنطلق 4 مباريات، النجف يواجه الكرمة، والحدود يواجه نادي نوروز، وأربيل يواجه الشرطة، ونفط ميسان يواجه الطلبة. عدت بنقلة وسط ملعب المباراة لتعود من جديد أخرى. هذه كرة عند اللاعب من جون لعلاء، تراجع بمنتصف الملعب على عبد الزهر اللاعب الخبرة، يلعبها نقلة من علاء، وصلت لمسلم موسى، قطعت هذه الآن والإبعاد يأتي، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. روان تيريس يتراجع بكل كرة تنقطع وتصل لهذا اللاعب حيدر عبد الكريم لعلي رحيم، بعد أن وصلت هناك بنقلة من حسام أمامية، جون قريب وهناك سويعيد، لكن الكرة عادت من جون جيرالد لعبد السليم، خلصها، وصلت مرة أخرى، الكرة ماشية لا زالت حتى الآن مستمرة، هناك تتهيأ حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب، والهجمة قائمة علي لروان حيدر عبد الكريم إلى هناك، بعد أن وصلت لتعود مرة أخرى، تحركات رائعة من اللاعب معين أحمد، وهناك محمد سويعيد، يعتمدون دائما على سرعة اللاعب سويعيد واللاعب نهاد محمد من أجل الوصول وتسجيل هدف. خضر علي بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب علاء عبد الزهرة، وكان هناك خطأ باللقطة الماضية، خطأ على اللاعب خضر علي. هذه وصلت الكرة عند اللاعب لوفيلو، يلعبها عادت لجيرالد كيسيندا، إيسيون
نقلة من جديد هناك عند اللاعب أندري، ماشية الكرة تأتي العرضية. إيسيون وصلت الآن هناك بنقلة أخرى للأمام وبالراس لتعود مرة ثانية. حيدر التراجع والبعد عن زميل، المرور بهذه الكرة لمصلحة نادي الكهرباء. معين عد والكرة انقطعت بتصويب، وصلت لتعود مرة أخرى. شاهد لا زالت الهجمة قائمة ومستمرة لمصلحة نادي الكهرباء. حيدر عبد الكريم أعاد الكرة من حيدر، هل تنفذ من هذا المكان بنقلة من خضر علي؟ ماشية الآن، عدت ولا زالت قائمة مستمرة لمصلحة نادي الكهرباء، والإبعاد يأتي من دفاعات نادي الميناء. تتخلص كرة اللاعب روان تيريس باللقطة الماضية. مضت تلك الكرة بعد عدت شاهد هذه الإعادة بعد الهيئة اللاعب معين أحمد، وحاول بأن يكون قريب من التسديد لكن افتقد الكرة، وكان هناك افتكاك من دفاعات نادي الميناء. وصلت الكرة بمنتصف الملعب. بهذه المنظومة يلعب نادي الميناء من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة والتقدم بالمباراة لتسجيل هدف أول. التعادل هو مستمر بهذه النتيجة، لا شيء للكهرباء ولا شيء للميناء، لكن ممكن أن يكون هناك شيء هناك شيء هناك شيء. عدت الله 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 الله، ولكنها مضت إلى خارج أرضية الملعب. يا له من دخول ويا له من عبور، لكنه مر بالكرة الماضية روان تيريس وكان قريب من تسجيل أول أهداف المباراة. الشاهد هنا بهذه الإعادة، هذه العرضية هو جاء من الخلف سدد بقوة، لكنها مضت وغادرت أرضية الملعب إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سلامة اللاعب، سلامة للاعب حسام كاظم. هذه جماهير الميناء المتواجدة بملعب السفانة بملعب الميناء، وهم يشاهدون يتابعون ما يجري بأحداث هذا اللقاء من خلال مباراة اليوم، مباراة الإياب ما بين الكهرباء الفريق الذي حل ضيفا ونادي الميناء صاحب الأرض. من خلال هذه المباراة هذه وصلت الكرة، عادت هناك لجون جيرالد، من جون يلعبها لعلاء، نقلة أمامية والكرة تنقطع من اللاعب محمد دلاهي، من محمد يحيى دلاهي لتصل مرة أخرى عند دلاهي بوسط الملعب لحيدر، حاول بنقلة تأتي لعلي من خضر، يلعب خضر علي لروان، عد الآن ماشي الآن بهذا المرور. حيدر عبد الكريم هو عد لكن جون قريب، هو السويعيد بالملاصقة مع جون. الكرة وصلت لسين دلاء، انقطعت لتعود مرة أخرى بالتصويب من مكان بعيد، وهي بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا حسام إلى خارج أرضية الملعب، مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. كرات تهدر، محاولات مستمرة، تبادل هذه الهجمات من خلال هذا اللقاء ونتيجة هذه المباراة ما بين الكهرباء والميناء. بعد أن مضت تلك الكرة وبعد أن عدت، لا زالت الأجواء مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. الميناء يسعى لتحقيق أول أهداف اللقاء، والكهرباء كذلك يحاول من خلال مباراة اليوم. شاهد مضت الآن والكرة تصل من جديد، هي بمنتصف الملعب، عدت لمصلحة نادي الكهرباء، تنقطع لتعود، تتهيأ الكرة بوسط الملعب، تحركات رائعة لحيدر عبد الكريم، من حيدر لمحمد يحيى دلاهي، أعاد الكرة دلاهي هناك لحسام، عادت بوسط الملعب. هذه نقلة وصلت الآن لروان، لسه عاد لخضر علي، من خضر علي لحيدر عبد الكريم. ما شاء الله هذا الدوران الجميل لحيدر عبد الكريم، وعدت هناك باتجاه لاعب معين، نقلة عادت انقطعت وابعدت الى خارج ارضية الملعب. تتخلص من اللقطة الماضية من امام اللاعب اندري الان، وهذا الواضح بالصورة اللاعب جون جيرالد. اللقطة الماضية هو من تدخل وابعد الكرة الماضية حتى عادت الان بوسط ملعب المباراة.
التعادل مستمر احبتي حتى الدقيقة 25 من احداث الشوط الاول. لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي الميناء. خضر علي بنقلة من خضر بوسط ملعب المباراة. لوفيلو بوسط الملعب. العبور بهذه اللحظات. المرور هناك يحاول بتصويبة بعيدة إيسيون إلى خارج أرضية الملعب. الكرة أبعدت وضاعت يا يوني. إيسيون السنغالي من اللقطة الماضية. سلامة الحارس أمجد على ما يبدو يشكو الإصابة. أمجد أو لديه شد عضلي. أتمنى السلامة لأمجد. هذه تصويبة اللاعب إيسون التي غادرت أرضية ملعب المباراة. كما ذكرنا الكهرباء لعب 29 المباراة وفاز ب9 مباريات بينما تعادل ب10 وخسر 10 مباريات. تمكن من الفوز على نادي نوروز 2-1 وعلى نادي ديالى 2-1 على نفط ميسان 1-0. سلامة لأمجد رحيم. سيكمل أحداث المباراة. يتلقى العلاج الحارس أمجد رحيم وعلى توجيهات الكابتن حسام السيد للاعب أندريه الصناطي وكذلك إيسون. وهنا الكابتن راضي شنيشيل يتحدث مع لاعبيه والجماهير المتواجدة. كنا نتحدث عن نتائج نادي الكهرباء وانتصاراته خلال هذا الموسم. أيضا هو حقق الفوز على نادي زاخو 1-0 وفاز على الميناء في مباراة الذهاب 2-1. فاز على الكرخ 2-0. 3-1 على أربيل. 2-0 على نفط البصرة. 1-0 على توك في آخر مباراة. جماهير متواجدة مساندة من خلال هذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم. هم يؤازرون ويتابعون هذه المباراة. نعم بالفعل الحارس أمجد كان يشكو إصابة وكان يعاني هناك شد وكان أيضا يطالب حكم المباراة بالتدخل وتدخل فورا وأطلق صافرته شهد. وكذلك أيضا الكابتن معالج الفريق يتكلم مع الحارس. هذا هل إذا استطاع أن يكمل أحداث الشوط الأول سيبقى أو إن لم يستطيع فسيغادر أرضية الملعب ويشرك الحارس البديل. هناك في الدكة محمد عباس بديل. نعم محمد عباس هي التحية للاشتراك بدلا من الحارس أمجد على ما يبدو سيترك أرضية ملعب المباراة. كذلك أحبتي الكهرباء بعد أن تعادل ب10 مباريات وتعادل أمام القوى الجوية سلبا وأمام نادي القاسم تعادل سلبا من دون أهداف وأمام الهوك تعادل سلبا كذلك أمام الكرب تعادل بهدف مقابل هدف أمام كربلاء سلبا من دون أهداف أمام النفط والقرمة والنجف وديالى وكربلاء. سلامة لأمجد. هذه جماهير الميناء السفانة المتواجدة اليوم بملعب الميناء تريد أن تزين هذا الملعب بهذه الهتافات الجميلة بهذه الأناشيد وتسعى لتحقيق انتصار من خلال هذا اللقاء. يسعون من أجل الانتصار التاسع خلال موسم 24-25 من منافسات دوري نجوم العراق. وصلنا للجولة 30 أو 30 من أحداث دوري نجوم العراق. ومن خلال مباراة اليوم أمجد لا زال يشكو. هذه نعم الأطفال وهذه البراءة المتواجدة براءة الأطفال. هنا رفقة أبيهم يحضرون لكي يشاهدون أحداث المباراة. ومن خلال ندية هذا اللقاء أمجد هل سيكمل أم سيكون التغيير هناك؟ نعم محمد عباس بدلا من أمجد. محمد عباس هو الحارس الذي سيشرك بدلا من أمجد رحيم. في هذه اللحظات حكم المباراة الوقت متوقف حتى هذه اللحظات والحارس على ما يبدو نعم هنا تبدأ التغيير. محمد عباس أمجد. الإصابة تجبر الحارس أن يترك أرضية ملعب المباراة. نتمنى السلامة للحارس أمجد ليتعافى ويعود سالما غالبا في الجولات القادمة إن شاء الله. والآن اشترك محمد عباس الحارس الثاني
نشاهد ونتابع تغيير أول اضطراري لكتيبة المدرب راضي شنيشن. إذا نعود لأحداث المباراة. تلعب الكرة هناك، تنفذ بنقلة وصلت من اللاعب محمد يحيى دلاهي، وهذه عدت الآن للأمام. لا زالت هناك عند اللاعب حسام من حسام كاظم، البحث عن زميل بنقلة طويلة من حسام وتذهب للأمام عند اللاعب معين. يحاول معين هل يمر الكرة هناك لنهاد، لكنها انقطعت من اللاعب جون، وبنقلة تأتي من اللاعب السنغالي إيسون، ووصلت هناك من إيسون لكيسينتا، وصلت الكرة بمنتصف الملعب. هنا التراجع، هنا المحاولة، هنا الخطأ، هنا صافرة حكم المباراة. صافرة وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب آلان أندري آلان. هذه تعود عند الحارس عبد السليم، من عبد السليم ملعوبة الكرة عند اللاعب عباس. شاهد هناك بعد ان مضت، وكان هناك تدخل بالكرة الماضية ما بين سويعيد واللاعب أندري آلان الصناطي. هذه عدت هنا بنقلة من علاء عبد الزهر طويلة، وصلت للحارس عباس من محمد عباس. محمد تلعب هناك لمحمد يحيى من دلاهي. حسام أعاد الكرة لعلي في وسط ملعب المباراة. حيدر عبد الكريم يلعبها من حيدر، عادت هناك لحسام مرة أخرى بوسط ملعب المباراة. دلاهي غير مسار الكرة وانقطعت بالراس. هنا خضر علي، محاولة أمامية لهادي محمد، عدى بالكرة لسويعيد، لا زالت مستمرة هجمة قائمة لمصلحة الكهرباء. خضر علي تأتي العرضية، يا خضر علي وين يا خضر، وين يا خضر علي، إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة يا خضر علي وغادرت أرضية ملعب المباراة، ذهبت بعيدة عند اللاعب عباس إياس. الآن عباس يلعب، عباس إياس، تذهب من عباس عند اللاعب إيثيون، وصلت بمنتصف الملعب وتعود مرة أخرى. هذه قريبة الآن عند اللاعب علاء عبد الزهر، يلعب التراجع للاعب سالم، من سالم عاد الكرة هناك بنقلة، وصلت من عباس، تعود لحسين عامر. حسين عامر يلعبها لعباس، من عباس مرة أخرى إيسون، وصلت عند اللاعب سالم. التراجع بهذه الكرة من سالم لمسلم موسى. إيسون مرة أخرى. شاهد وصلت هناك نقلة عند اللاعب كيسيندا، بهذا التدخل انقطعت، لا ماشية الكرة هناك بنقلة، وصلت حسين عامر والكرة عند اللاعب نهاد محمد، ياخذ الكرة من المدافعين، يلعب هنا التصويب والتسديد والى خارج ارضية ملعب المباراة. حيدر بالكرة الماضية بعد تلك التسديدة. شاهد بهذه الإعادة، بهذه الكرة سدد هو بقوة، ولكنها مضت إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة الماضية، نعم ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة لتعود. هناك صافرة حكم المباراة. سلامة اللاعب، سقوط اللاعب مسلم موسى، بعد التدخل بالكرة الماضية. سالم الواضح بالصورة، سالم أحمد. شاهد هذه الإعادة، أيضا لاعب المنتخب الأولمبي، وهذا مسلم موسى. بعد هذا التدخل للاعب روان تيريس. فحتى الآن أحبت هي التعادل المستمر ما بين الميناء والكهرباء، لا شيء للكهرباء ولا شيء للميناء. ملعوبة الكرة هناك للأمام، والإبعاد يأتي تتخلص لتكون قريبة من اللاعب حسام كاظم. حسام بنقلة، بماذا يفكر الكابتن راضي شنيشن، وبماذا خطط الكابتن حسام السيد حتى وصلت الكرة الآن لحيدر علي. يحاولون من علي رحيم، نقلة تأتي هناك لمصلحة نادي الكهرباء. هذه عدت معين، وصلت لسويعين وانقطعت الآن من جون جيرات لعلاء عبد الزهر. كيسيندا تصل الكرة هنا بنقلة لا زالت مستمرة. إيسيون عدى بالكرة وتعود مرة أخرى. عباس إياس، من عباس إياس يلعبها لعلاء وتعود لعباس مرة أخرى.
هنا الكرة بنقلة طويلة، الارتقاء بالراس، يأتي الابعاد من روان تيليس، وصلت لعباس ياس لعلاء عبد الزهرة، نقلة ماشية الآن من مسلم، وهناك خطأ لمصلحة اللاعب إيثون خطأ اللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة الكابتن ليث فرحان يشير لوجود خطأ بعد الاشتراك مع اللاعب. شاهد بهذه الكرة التي وصلت، هنا عادت الآن إيسيون، هذه بالراس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. تلك اللقطة التي مضت، شاهد براسية اللاعب سالم أحمد التي غادرت أرضية ملعب المباراة. أغلب الكرات تهدر حتى هذه اللحظات، لا يوجد ظهور بارز حتى الآن للاعب كيسيندا، بل أغلب الكرات التي وصلت للاعب فيونو بالكرات الماضية هذه وصلت الآن هناك لتعود عند اللاعب حسام من محمد يحيى دلاهي يحاول الكرة تحت أقدام محمد يحيى من دلاهي، تلعب أمامية لنهاد لكن روان قريب، والكرة عند اللاعب عباس انقطعت لتعود مرة أخرى حسين عامر. هذا الخروج بهذه الكرة بوسط الملعب من اللاعب لوفيلو، يلعبها روبن لوفيلو، وهناك باتجاه اللاعب كيسينتا مضت الكرة عند اللاعب أندري آلان يحاول الآن أندري آلان الصناطي مر من واحد ويحاول بأن يمر الكرة هنا، هي الآن بهذه اللحظات المرور والعبور التراجع. أوسيون يمشي بها الكرة ونقلة انقطعت لتعود، نعم عادت في وسط الملعب وملاصقة من اللاعب روبن لوفيلو. جون جيرالد يقطع الطريق وتصل مرة أخرى سويعيد، عادت لعلي رحيم بنقلة مرة ثانية لخضر علي، حاول خضر علي يعني يمر الكرة للاعب روان تيريس، لكن بهذه العرضية بعيدة مضت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا نهاد محمد وهذه الجماهير المتواجدة. عدت هناك من الجهة اليمنى الابعاد، صافرة تتخلص، ياتي صافرة حكم المباراة تشير وجود خطأ للاعب سالم احمد. صافرة حكم المباراة ليث فرحان، والخطأ كان باللقطة الماضية على اللاعب دلاهي وكذلك علي رحيم اللقطة الماضية بهذا التدخل مع اللاعب سالم احمد. تصل لعباس ياس على عادل الكرة مرة أخرى هنا عند اللاعب كيسيندا، أو عفوا للاعب لوفيلو، من لوفيلو للاعب أندري، عادت لجون يتراجع، جون جيرالت لحسين عامر، من حسين وصلت لوفيلو، هناك باتجاه اللاعب كيسيندا عدى من الجهة اليمنى يحاول الدخول بهذه اللحظات والابعاد ياتي تتخلص الى خارج ارضيه ملعب المباراه لتعود مره ثانيه. هذا المرور، هل تاتي العرضيه والى خارج ارضيه الملعب؟ الكره غادرت ارضيه ملعب المباراه. الابعاد كان من اللاعب حسام باللقطه الماضيه، ابعد الكره من امام اللاعب كيسيندا. شاهد هو من حاول باللقطه الماضيه ان يعدي، لكن حسام كان قريب وبالملاصقه الفرديه طبعا تلك الكره حتى مضت الان وعادت لمصلحه نادي الميناء جانبيه. ملعوب الكره هذه تنقطع، تصل لحيدر من علي رحيم، علي يحاول المرور بهذه الكره، مر عدى ولا زالت مستمره قائمه حتى الان. هنا باقدام اللاعب سويعيد، يحاول سويعيد نقله المعين، مضت سويعيد، عدى بالكره سويعيد والكره انقطعت لتعود مره اخرى. نعم هجوم مثير بمرور رائع، والكره عند اللاعب لوفيلو، روبن لوفيلو يلعبها لعلاء عبد الزهرة،
أندري الآن، هي الآن يا الآن، عدى بالكرة من أندري الآن، عادت لكيسيندا بوسط الملعب. لوفيلو مرة أخرى، وصلت من لوفيلو وأوسيون، عدى بالكرة هنا لمسلم موسى، تأتي العرضية، هذه وين يا مسلم موسى؟ انقطعت لتصل مرة أخرى. هناك عند اللاعب حسام كاظم، بنقلة من حسام كاظم لتصل من حسام لمعين أو نهاد. هذا نهاد ومحاولة العبور ما بين نهاد، عدى ومعين يلعبها باللقطة الماضية لكنها انقطعت تلك الكرة بعد أن وصلت مرور اللاعب نهاد. حاول باللقطة الماضية لكن هناك تدخل وحكم المباراة طلب استمرارية اللعب، سلامة اللاعب نهاد محمد. سلامة للاعب نهاد. اشتراك بالكرة الماضية ما بين اللاعب نهاد بعد أن حاول المرور، هو دخل بدخول رائع بدخول جميل، كان يبحث لكن حسين عامر حاول منع اللاعب من العبور. شاهد بهذه الطريقة هم لعبوا سوية لصفوف منتخبنا الأولمبي. حسين عامر ونهاد محمد ارتكب هذا الخطأ خارج منطقة ال18، وكانت تلك اللقطة ما بين سويعيد وجون جيرالد، كان أيضا يطالب حكم المباراة بشيء بعد تمريرة اللاعب علي رحيم. هذه الإعادة لتلك اللقطة التي وصلت الآن بمنتصف الملعب. أحبتي لا شيء لنادي الميناء ولا شيء لنادي الكهرباء بهذا الأداء المتواضع. نعم لابد أن تكون هناك حلول، لابد أن تأتي الأهداف، فالكهرباء قادم من أجل أن ينور الطريق بأهداف المباراة ويكسب 3 نقاط. أما الميناء صاحب الأرض والجمهور الذي يسعى لتحقيق 3 نقاط، لكن هنا هجمة لا زالت قائمة لمصلحة نادي الكهرباء من نهاد. عدى بالكرة الأول والكرة بعيدة. نهاد محمد من جديد حاول هذا اللاعب الخطير أن يعد أن يخترق هذه المنظومة الدفاعية الزرقاء لنادي الميناء ويسجل الأهداف، لكن جيرالد كان بالمناسقة الفردية مع سويعيد ومع كذلك نهاد هذه الإعادة، وكانت هناك مطالبة ما بين هذه الكرة الماضية ما بين جون جيرالد ومحمد سويعيد. حكم المباراة كان قريب. هذه وصلت بمنتصف الملعب. حسين عامر لعباس ياس، عباس لا زالت لعباس ياس، هنا المرور من عباس، نقلة بمنتصف الملعب ولتعود مرة أخرى. الشاهد عند اللاعب عباس، عند لوفيلو بوسط الملعب. أوسيون من أوسيون، وصلت هناك لوفيلو. كيسيندا من الجهة اليمنى يحاول الآن إعادة كرة كيسيندا وإلى خارج أرضية الملعب، وهناك راية، هناك راية يا كيسيندا باللقطة الماضية. نظرت لي المدرب سامي السيد، والتعادل كما تشاهدون مستمر حتى هذه اللحظات يا احبتي. لا شيء لنادي السفانة ولا شيء لنادي الكهرباء من خلال احداث هذا اللقاء. نعم اداء حتى هذه اللحظات لم يكن بذلك الاداء والمستوى المطلوب والمعهود من الفريقين، لا من الكهرباء ولا من الميناء. هذه الجماهير الحاضرة المتواجدة تسعى من أجل أن تكسب 3 نقاط، سواء كانت النقاط لصاحب الأرض والجمهور لنادي الميناء. للسفانة بأرضه يريد أن يأخذ بثأرة من المباراة الماضية التي خسرها أمام نادي الكهرباء بهدفين لهدف. هذه عدت، هذه مضت، هذه مضت، ولا زالت مستمرة هنا العرضية، لكن وين بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة يا سالم أحمد. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. لعبها بعجالة من اللاعب سالم أحمد وغادرت أرضية الملعب، لكن هنا يأتي التصفيق من الكابتن سامي السيد حتى عادت الآن لتصل لي الحارس محمد عباس من محمد عباس. التعادل هو المسيطر على أحداث هذا الشوط، والكرة من الخضر علي هناك عند محمد دلاهي، من دلاهي لحسام كاظم في وسط ملعب المباراة. حيدر لعلي،
ملعوبة الكرة مرة أخرى. حسام يحاول من الجهة اليسرى. هنا نقلة تأتي من حسام وعند الحارس عبد سليم. عبد السليم حماد. يا عبد السليم العبها هناك من ينتظر. حسين عامر. كرة تحت اقدام اللاعب حسين عامر. التوغل بهذه الكرة من حسين يلعبها لعباس. عباس اياس. عادت من عباس ولوفيلو بوسط الملعب. نقلة عند اللاعب اندري الان من الصناطي يلعبها. والمرور. المرور عدى اوسيون بهذه الكرة ماشية. هي عدت لا زالت مستمرة عند اللاعب مسلم موسى. من مسلم موسى وروان تيليس بالملاصقة الفردية للاعب مسلم موسى. عادت اوسيون يلعبها. هناك نقلة لوفينو عاملي اللاعب جون يلعب الكرة باتجاه اللاعب كيسيد. التراجع بهذه الكرة تأتي العرضية. هنا الارتقاء. هنا الرأسية. هنا الجول. لا 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 مثل هكذا كرة لن تضيع بهذه المقاصية ولكن أضاعها سالم. أضاعها على الميناء سالم بهذه الطريقة. نعم تهيأت الكرة بالرأس وسالم بهذه المقاصية لكنها ذهبت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. سالم كان مستعد ولكن مضت يا سالم وغادرت أرضية الملعب لتعود مرة أخرى. شاهد بعد أن عدت ولا زالت الكرة هناك بمنتصف ملعب المباراة 4 دقائق وقت إضافي وهذه الكرة تمضي لتعود مرة أخرى. هي بمنتصف الملعب. حيدر من علي. هناك لدلاهي. عادت مرة أخرى. نقلة وصلت من علي رحيم لتعود مرة أخرى هناك بمنتصف الملعب. الإبعاد يأتي تتخلص. الكرة طالت وغادرت أرضية الملعب. معين بعد المحاولة. هذا هو معين. حيدر عفوا باللقطة الماضية علي رحيم. هذه لتصل مرة أخرى هنا عند اللاعب خضر. يتهيأ لحيدر عبد الكريم. عادت بمنتصف الملعب لعلي. من علي عادت للاعب علي خالد. وصلت يا علي. نقلة من علي خالد لخضر. علي خضر ينتظر حتى لعب الكرة لحيدر. حيدر عادت لعلي رحيم. نقلة من علي رحيم. مروان تيريس لحيدر. حيدر عبد الكريم. انقطعت الكرة ولكن هنا لوفيلو بالملاصقة الفردية وعلى عبد الزارة يقطع الطريق لوفيلو لتصل من عباس ياس. عباس حسين. حسين هنا نهاد محمد بالملاصقة الفردية. أعاد الكرة تحركات. نعم لكن هناك من دون الكرة بهذه التحركات وبهذه السرعة لهذا اللاعب يحاول افتكاك الكرة باللقطة الماضية. عادت من محمد يحيى دلاهي. من دلاهي لحسام يلعبها. هناك عند اللاعب سويعيد. سويعيد يلعب بالكرة لمعين ولا زالت مستمرة. نقلة وهذا المرور. هذا العبور بهذه الطريقة لكن الكرة انقطعت ولا زالت مستمرة. هناك لتنقطع مرة أخرى من نادي الميناء. هذه تمضي. عدت الآن بمنتصف الملعب. شوط أول مستمر بالتعادل. لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي الميناء. شاهدنا خطورة الميناء باللقطة الماضية. كانت واحدة من أجمل وأخطر المحاولات لنادي الميناء. هي مقصية اللاعب سالم أحمد التي كانت قريبة جدا من تسجيل هدف أول. وهناك راية من المساعد اللقطة الماضية. الراية من المساعد لحكم المباراة حسين وائل. والتعادل حتى الآن مسيطر على أحداث الشوط الأول. لا شيء لنادي الميناء ولا شيء لنادي الكهرباء. تأتي صافرة حكم المباراة الكابتن ليث فرحان دون عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا بدون أهداف. نعم أحبتي سنعود بعد الاستراحة القصيرة ونكمل معكم مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء. انتظرونا بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين.
مقابل هدفين استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه كرة أوه، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. العميد وهذا الشيء ليس من جديد على نادي كربلاء. نعم، لا يهتز العميد، لا يرتجف، لا يتراجع من العميد، والعودة من جديد، العودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة هنا، عبد الله حسون شاهد التمريرة، مضت وصلت لحسين طالب وعادت بالتعادل ب10 لاعبين. يعدلون عبد الله، نعم، من حسين طالب، يا عبد الله حسون لحسين طالب. كرة بها الوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة، هدفين لاندريه السناطي، الكرة الله، هدف 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 للسفانة للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الايمن، اول للسفانة، اول للميناء بكرة قوية جدا. تيسيليا كيسندا الظهير الايمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، اعطى الادفانتج هنا اندريه الصناطي. لاحظ التحضير كيسندا بزاوية صعبة، وهدف اول للسفانة، هدف اول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء، أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر ربما وقت الحضور. هنا مراد كرة الموسم يا مراد، الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظ هنا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد، أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات. خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود، عالية وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي، من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس برأسية لا يكذب خبر، ويسجل الهدف الأول للحدود في مرمى الكرف. يصل دينيس إلى هدف طبعا الخامس بدورينا مع حسين فاهم، عالية خطيرة، الله، إيفياني إيزي يعدل للكناري، رايح جاي يسجل. سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1، ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى، يعدل للكناري، 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة. عدل للكرخ، عدل للكناري، 1-1. لاحظ الرأسية، ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود
دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم بلاخ البديل الناجح. مهيمن لاحظ بديل بهدف جميل للبديل. لاحظ دينيس أنتوي، هاك روح قول، قوية جدا على طريقة الوالد نجم القوى الجوية سليم. طبعا لاحظ سليم بلاخ الآن الابن مهيمن بهدف ثاني للحدود، هدف غالي، هدف ب3 نقاط الحدود. انتصار أول تاريخي هنا في مدينة الرمادي أمام هذا الفريق. هنا يوسف أمارو، الله الله الله، أمارو سرق الكرة، أمارو سرق المحاولة، ويوسف يسجل الهدف الأول بأقدام يوسف. سجل الهدف الأول ولكن عن طريق الدالي من وضعها في الشباك. يوسف صنع، يوسف سجل، يوسف فعل كل شيء، والدالي من وضع الختام على دين بشار. الدالي صاحب الهدفين يضيف الثالث، والذي فعل كل العملية الهجومية وسرقة الكرة وقراءة الكرة هو الدالي. هدف سجل هذا الرجل ولكن بأقدام أمارو. الكرة التي لعبت عالية، أسد النيجر في متابعة، مر سدد كرة ردت من القائم على طبق من ذهب لعلاء الدين للدالي الذي مسح المصباح وأتى بكرة في وقت الغروب في مرمى في مرمى دوليفان ليعطي التقدم لصالح القرمة، لصالح صقور الغربية، وأفراح عارمة في ملعب الرمادي في مدينة القرمة. وصلت بعد ذلك لأحمد عايد، تمريرة ممتازة، هذه خطيرة، الكرة العرضية والمدافع جول. هدف أول لكهرباء. منتظر سجل الهدف بمتابعة كانت ممتازة وكانت رائعة. استطاع منتظر أن يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 62 بمتابعة للكرة الماضية. برافو أحمد عايد، التمريرة لوقاع، وبعد ذلك من وقاع المدافع أخطأ بإبعاد الكرة سيابند عقيد، وبالتالي المتابعة الصحيحة والمتابعة الممتازة التي كانت عن طريق المهاجم منتظر عادل ليتابع الكرة بشكل صحيح ويتابع الكرة الماضية التي أخطأ فيها المدافع، ولكن منتظر لم يخطئ بإيداع الكرة داخل الشباك. اهتزت الشباك. يكسر صمت البداية من بوابة البرتقال والأنهار. جاء الهدف البرتقالي يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70 أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله. أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيد. هذا الهدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي ديالى سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول
جول سعد عبد الأمير. سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة. تمركز غير سليم وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأربيل والحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي. ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة العاشرة. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل القائم. ميسوكي يلعبها تركض من القائم وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز ديالة يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها ميسوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل، هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج
اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي من دون اهداف، اتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنيه. انطلق صافره حكم المباراه ليث فرحان ويساعده علاء عباس، حسين وائل وحامد طالب حكم رابع، بينما حكم الفار مهند مناف ووليد عبد السلطان. لمباراة اليوم شاهدنا عدة تغييرات بالنسبة للفريقين، نتابع ونشاهد هنا من أحداث هذا اللقاء بعد دخول كذلك اللاعب كرار جعفر، وهذا الإبعاد للكرة الماضية، الارتقاء ما بين اللاعب حسين عامر وكذلك اللاعب نهاد محمد، ركنية بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. شاهد الآن أندري آلان اللاعب اللي ترك أرضية ملعب المباراة، وأشرك اللاعب كرار جعفر بالشوط الثاني من أحداث اللقاء، وكذلك اللاعب روان تيليس ترك أرضية ملعب المباراة، وأشرك أيضا اللاعب منتظر عادل وأموري فيصل. تغييرين كذلك للكابتن راضي شنيشل، معين احمد ترك ارضيه الملعب، وروان تيليس هذه مضت الان، عدت بنقله دخول من منتظر عادل والكره الى خارج ارضيه ملعب المباراه. غادرت ارضيه ملعب المباراه. كما ذكرنا الشوط الثاني هو شوط المدربين، شوط التكتيك، بعد محاوله العبور من اللاعب منتظر عادل باللقطه الماضيه واموري فيصل على التنفيذ. اللاعب البديل من اموري تنفذ الركنيه الان بالراس، تتخلص، وهناك بنقله لحيدر عبد الكريم، عادت لحيدر، الابعاد ياتي، تتخلص لتصل اموري فيصل قريب، وعباس ياس كان هو الاقرب بتخليص الكره، والابعاد ياتي مره اخرى بمنتصف هنا بمحاوله عند اللاعب نهاد محمد يقترب بالكره، وصلت الان بوسط ملعب المباراه عند اللاعب كرار جعفر، هناك لعباس، عباس المرور، العبور لمصلحة نادي الميناء، للسفانة يحاولون والتراجع بهذه الكرة هناك مرة أخرى. شاهد تلك الإعادة وبهذه اللقطة الاشتراك ما بين اللاعب لوفيلو روبن جابوني، والكرة تصل هنا عند الحارس محمد عباس قريب، وتترك الآن مدافع بهذا التدخل مع لاعب حسام، وخطأ اللقطة الماضية خطأ على اللاعب علاء هذه اللقطة. كرار جعفر مع اللاعب حسام كاظم، وجماهير نادي الميناء حضرت هنا تساند كتيبة السفانة. الشوط الثاني كما ذكرنا لابد أن يكون مختلف عن الشوط الأول، لابد أن تأتي الأهداف، أو هل يستمر التعادل ما بين الفريقين ويتقاسمون نقاط هذه المباراة من خلال هذا اللقاء. هذه عادت في وسط ملعب المباراة هناك بعد التدخل بالكرة الماضية، تستمر لمصلحة نادي الكهرباء للكتيبة البرتغالية، عدت والإبعاد يأتي يتخلص إلى خارج أرضية الملعب. تعادل مستمر ما بين الفريقين. حسين عامر محدد حكم المباراة، وهذه جماهير السفانة المتواجدة، جماهير الميناء. توجيهات للكابتن راضي شنيشل، خضر علي ينفذ كرة التماس، تعود للخضر، نقلة أخرى وصلت الآن من هذا المكان، تنفذ الكرة، نقلة طويلة والإبعاد يأتي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أبعدت الكرة من اللاعب روبن لوفيلو، تراجع للاعبي نادي الميناء للخلف، وركنية الآن لمصلحة نادي الكهرباء، للكهرباء وأموري فيصل البديل. أموري لاعب المنتخب الوطني الشباب ومنتخبنا الأولمبي،
لاعب نادي الكهرباء من عموري فيصل، ينفذ كرة بالراس. الله، والهدف الأول لنادي الكهرباء. أي ارتقاء وأي رأسية وأي هدف مثير وجميل يا حيدر عبد الكريم، براسية اسكنها الشباك. حيدر عبد الكريم، والهدف الأول لنادي الكهرباء. نعم، براسية اسكنها الشباك، الهدف الأول لنادي الكهرباء. هذه الكرة التي وصلت هنا الارتقاء، هنا الراسية. نعم، صعود جميل من بين المدافعين وبراسية جميلة استغل خروج الحارس، وبهذه الطريقة يسجل أول أهداف المباراة حيدر عبد الكريم، وأول أهداف اللقاء لنادي الكهرباء بهدف أول يزور شباك الميناء. هدف أول لاعب حيدر عبد الكريم، أول أهداف المباراة. هذا اللاعب سجل أيضا في شباك نادي نفط البصرة، واليوم يسجل في شباك الميناء. هدف أول للفريق الضيف. هل يعود الميناء ويعدل من نتيجة اللقاء؟ علي رحيم يوسط الملعب، شاهد هذه الإعادة، والخطأ كان على اللاعب علي رحيم بعد الاشتراك مع اللاعب جعفر كرار جعفر. مع التغييرات استمرت للمدرب الكابتن راضي شتيشن بيسجل لاعب منتظر عادل وكذلك عموري فيصل. تغيرت الامور والكره مضت هناك الى خارج ارضيه الملعب. الميناء كان قريب من تعديل النتيجه، صاحب الارض يتاخر بنتيجه المباراه بهدف. هو في مباراه الذهاب خسر امام نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف. هذا اللقاء رقم 18 خلال لقاءات الفريقين، حيث فاز الميناء ب5 مواجهات وفاز الكهرباء ب6 مواجهات. حضر التعادل ب6 مواجهات خلال لقاءات الفريقين. وصلت هناك بنقله، عدت وللامام، لا زالت مستمره، منتظر عادل، عدى والكره تنقطع من حيدر عبد الكريم. وصلت لعلي رحيم، هناك بالخضر علي، تتهيأ بتصويبه مضت الى خارج ارضيه الملعب، طالت على اللاعب منتظر عادل. منتظر عادل باللقطه الماضيه، وبعد ان عدت الكره وصلت من اللاعب جون جيرالتي كرار. جعفر يحاول العبور، يحاول المرور كرار. جعفر الكره انقطعت هذه المره لتصل من جديد عند اللاعب هذا هو اوستين. خطأ وصافرة حكم المباراة تشير وجود خطأ باللقطة الماضية. صافرة حكم المباراة وخطأ، بعد ذلك التدخل. شاهد كان على اللاعب روبن لوفينو في هذا التدخل، والبطاقة الصفراء كانت على اللاعب روبن لوفينو بعد أن سدد تلك الكرة اللاعب خضر علي، والتي مضت وطالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. 1 لنادي الكهرباء، لا شيء لنادي الميناء حتى الآن. روبن لوفينو تلقى بطاقة صفراء. وصلت الكرة الآن بمنتصف ملعب المباراة. عموري فيصل عدت الكرة من جديد، وهنا بنقلة أمامية ماشية لكرار عند اللاعب كيسيندا، يعدي أم سالم. أحمد سالم هو من يحاول من بين 3 لاعبين، صعبة يا سالم وإلى خارج أرضية الملعب. طالت يا سالم إلى خارج أرضية ملعب المباراة، غادرت أرضية ملعب المباراة يا سالم. الميناء يبحثون عن هدف يعدل نتيجة اللقاء. شاهد بهذا العبور دلاهي، وكذلك هذا ثلاثي علي رحيم وحسام مع سالم أحمد اشتركوا لكي يبعدوا الكرة من أمام هذا اللاعب الموهوب سالم. وهنا عباس ياس على التنفيذ، تنفذ الركنية من عباس ياس، كرة بالراس تتخلص، وهنا من علي رحيم تلعب لعموري فيصل. عموري فيصل بيوصل الملعب من عموري فيصل. هنا الكرة عند اللاعب كيشيندا، لكن تتخلص عن اللاعب لوفينو. وصلت من لوفينو اوسيون. هذه عدت هناك لحسين عاضر.
في وسط الملعب. نقلة أخرى، الإبعاد يأتي عباس حتى طالت يا عباس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كما ذكرنا أحبتي لليوم الثاني مباريات الجولة 30 من دوري نجوم العراق هنا بملعب الميناء. نادي الكهرباء الذي حل ضيفا كرار جعفر يلعب الكرة السهلة، وصلت لمحمد عباس. محمد عباس الحارس اللي اشرك بدلا من الحارس أمجد رحيم ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة، وهذه تعود عند حيدر. التراجع هنا بوسط ملعب المباراة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات، هي لمصلحة نادي الميناء. كرار جعفر يحاول العبور من كرار، الكرة عند اللاعب لوفيلو. هذا كيسيندا ترك الكرة تغادر أرضية ملعب المباراة. هناك صافرة من حكم المباراة سلامة اللاعب منتظر عادل. منتظر يشكو من إصابة على ما يبدو بعد التدخل بالكرة الماضية، والكابتن راضي شليشل أبدع اعتراضه. هذه الإعادة وهذا التدخل ما بين اللاعب مسلم موسى. سقط على يده. سلامة لمنتظر بعد هذا الاشتراك، التدخل ما بين اللاعب مسلم موسى ومنتظر عادل، اللاعب اللي اشترك بديل في الشوط الثاني. ايضا توجيهات للكابتن حسام السيد. مسلم الان يترك ارضيه ملعب المباراه، وحميد رشيد على ما يبدو هو البديل. حميد رشيد هو من يشترك الان بدلا من اللاعب مسلم موسى بهذه اللحظات. مسلم ترك ارضيه الملعب، وحميد رشيد الطائي يشترك الان. سلامه للاعب منتظر عادل. منتظر لا زال ساقطا على ارضيه ملعب المباراه ويشكو من الاصابه. سلامه لمنتظر. هل سيكمل احداث المباراه ام سيترك ارضيه ملعب المباراه؟ نتمنى السلامه لمنتظر عادل ولكل اللاعبين. وسقط على يده باللقطه الماضيه. حميد رشيد الطائي. سلامة يا منتظر، سلامة لكل اللاعبين. احبتي كما تشاهدون الكهرباء عند دخول اللاعب منتظر عادل وامور فيصل تغيرت المعادلة لهذه المباراة، وتمكنوا من تسجيل هدف اول بالشوط الثاني من احداث اللقاء، ولا زالت المباراة مستمرة بهذا التقدم بهدف وحيد دون رد، بينما صاحب الارض وجمهور نادي الميناء يعاني امام الكهرباء وكذلك يبحث من اجل العودة للمشهد بهذه المباراة وتعديل نتيجة اللقاء. لكن المرور هنا حميد رشيد عدى حملي هناك ما زالت مستمرة، وتأتي الكرة تنقطع لتعود من حيدر عبد الرحيم صاحب الهدف الجميل. حيدر يتراجع بهذه الكرة من حيدر عبد الكريم. وصلت هناك علي لتذهب من جديد من أقلالي لهادي محمد. وصلت عموري فيصل بوسط الملعب. المرور العبور عموري فيصل يلعب الآن، والتراجع حيدر عبد الكريم في هذه الكرة من حيدر. وصلت لأمور فيصل بنقلة لنهاد محمد. نهاد الثاني، جول نهاد محمد والهدف الثاني لنادي الكهرباء. تغيرت الأمور وتحسنت أوضاع الكهرباء بهدف ثاني بالمباراة. الله 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 يا نهاد محمد، الهدف الثاني هذا بعد أن سجل في مباراة الذهاب، عاد ليسجل في مباراة الإياب بهدف ثاني في المباراة. شاهد بنقلة جميلة رائعة من حيدر لنهاد محمد، والهدف الثاني لنادي الكهرباء. أمور فيصل غير لعب كل شيء بهذه المباراة، وفلسفة خاصة لهذا اللاعب بطريقة رائعة، بلمسة وبذكاء بمهارة وبتكتيك. لعب أعطى كرة على طبق من ذهب، ونهاد محمد لن ينتظر ولن يتأنى، وضعها في المرمى ليعلن عن ثاني أهداف الكهرباء لتصبح نتيجة المباراة بهدفين دون رد. 2 لنادي الكهرباء، لا شيء لنادي الميناء. وصلت الآن، عدت هناك عند اللاعب كرار جعفر. التراجع
في وسط الملعب. نقلة لا زالت مستمرة وتأتي صافرة حكم المباراة. هناك خطأ صافرة حكم المباراة تشير وجود خطأ. بعد ذلك التدخل بالكرة الماضية. لحظة حبتي، كان الخطأ باللقطة الماضية على لاعب اوسيون. هذه عدت دلاهي قريب من محمد عباس بعد ان وصلت الكرة للحارس محمد عباس. نادي الكهرباء حقق هدفين حتى الان، والميناء الذي يسعى من اجل العودة حاول بما لديه بهذه المباراة كتيبة المدرب حسام السيد امام كتيبة المدرب راضي شنيش. اداء متواضع جدا. هذا اذا اردت ان تعود في المباراة لابد ان تشتد بادائك الفني، لابد ان تضغط بما لديك، لابد ان تصل. وهنا تأتي صافرة خطأ وبطاقة صفراء على ما يبدو الكارت الاحمر. البطاقة الحمراء على اللاعب علي رحيم. البطاقة الحمراء على اللاعب علي رحيم بعد التدخل بالكرة الماضية. علي خالد يتكلم مع حكم المباراة. شاهد بهذا الدخول من اللاعب علي رحيم بهذه الطريقة مع اللاعب يسيد باللقطة الماضية، وكذلك البطاقة الصفراء ومن ثم الكارت الأحمر. الكابتن ليث فرحان يتكلم مع لاعبي نادي الكهرباء، يقول له تراجع يا علي، اترك أرضية الملعب، خلاص هو القرار قرار. ويطلب أيضا من الحكم أن يعود ليذهب للفار ويتأكد إذا كانت فيها تدخل. لا، بعد القرار قرار لحكم المباراة يا كابتن علي، وهو أعطى الكارت الأصفر ومن ثم أشهر البطاقة الحمراء على اللاعب علي رحيم. علي رحيم يطرد من المباراة. الدقيقة 61. إذن هل ينجح نادي الميناء ويستغل هذا النقص العددي بصفوف نادي الكهرباء ويعود ليقلص نتيجة المباراة؟ نترقب ونشاهد. هناك استغراب واضح من قبل الكابتن راضي شنيشل والكادر المساعد، لكن علي رحيم لا زال مصر لن يغادر أرضية الملعب، وحكم المباراة يطلب من اللاعب أن يترك أرضية ملعب المباراة. خلاص يا علي، خلاص يا علي، خلاص يا علي يترك أرضية الملعب. كلام ما بين الكابتن قصي منير والكابتن حامد طالب الحكم الرابع، وكذلك راضي شنيشل مع حكم المباراة الكابتن ليث. نعم، يعود حكم المباراة بعد إعطاء البطاقة الحمراء للاعب علي رحيم. الآن أصبح نادي الكهرباء المتقدم بالمباراة بهدفين دون رد، يلعب ب10 لاعبين. هل يكمل هذه المهمة ب10 لاعبين ويحافظ على نتيجة المباراة أم تتغير الأمور لمصلحة نادي الميناء؟ نشاهد الآن ثابتة من هذا المكان تنفذ الكرة وبالراس هنا تتخلص، تعود مرة أخرى براسية بعد أن وصلت بهذه التصويبة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة يا لوفيلو روبن بعد أن نفذت الكرة الماضية، وكان الإبعاد هناك من علي خالد ومن اللاعب منتظر عادل. سلامة اللاعب منتظر. منتظر لا زال يشكو من الإصابة التي تعرض لها منذ دقائق مضت. منتظر عادل يشكو من الإصابة، نتمنى الشفاء للكابتن منتظر عادل. سيترك أرضية ملعب المباراة، لا يستطيع أن يكمل ما تبقي من أحداث المباراة. واحد من العناصر المؤثرة في تشكيلة المدرب راضي شنيشل. ونظرت لي الكابتن حسام السيد بماذا يفكر وماذا يخطط
لما تبقي من أحداث المباراة. سلامة لمنتظر. منتظر أحبتي يغادر أرضية الملعب، لن يستطيع أن يكمل أحداث المباراة بعد الاشتراك بالنقطة الماضية بينما بين اللاعب مسلم موسى عندما سقط على يده. هو الآن ترك أرضية الملعب. هذه تنفذ الكرة من الحارس محمد عباس بالراس، نقلة مضت عند اللاعب نهاد. نهاد محمد يحاول العبور، صاحب الهدف الثاني بالمباراة من نهاد. شاهد وصلت الآن عند اللاعب حيدر عبد الكريم. من حيدر عبد الكريم التراجع بالكرة هنا بوسط ملعب المباراة. هناك تدخل ولا زالت العرقلة ما بين اللاعب حيدر عبد الكريم وتمضي الكرة. أوستين عدت من أوسيون عفوا بالكرة الماضية. هذه عادت بوسط الملعب. هناك بنقلة تأتي من علاء، مضت ولا زالت مستمرة عند اللاعب حميد من الطائي. حميد رشيد ماضي بالكرة. حميد وتعود مرة أخرى، هي بنقلة الآن. لوفيلو يحاول بهذه التمريرة، عدت ولا زالت مستمرة بهذه الكرة جميلة، وصلت عند الحارس يا سالم. المقصية الثانية من سالم أحمد لكنها لن تدخل الشباك. واحدة غادرت أرضية الملعب والثانية عند الحارس. سالم حاول بكل ما عنده بهذه الطريقة، نعم، لكن الحارس كان أيضا مرتكز على النظر على حركة اللاعب وأيضا تسديدة اللاعب سالم أحمد، وتصدى وبعد أن عادت للحارس محمد عباس أنقذ من خلالها مرمى فريقه. صافرة لحكم المباراة. ماذا هناك؟ أيضا كانت هناك بطاقة صفراء على اللاعب علي خالد المدافع وكابتن الفريق. هذا المكان تأتي صافرة وخطأ. لاعبو نادي الكهرباء أبدوا اعتراضاتهم على قرارات حكم المباراة، والكابتن ليث فرحان يطلب التراجع من اللاعبين. شاهد محمد سويعيد وكذلك دلاهي يطلب من اللاعبين أن يتراجعوا. أيضا زج باللاعب عباس عادل. عباس عادل نعمة بدلا من شقيقة منتظر عادل نعمة. عباس الشقيق الأصغر لمنتظر عادل نعمة. منتظر بعد أن ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة يشرك الآن الشقيق الأصغر عباس عادل نعمة، أبناء الكابتن عادل نعمة مدرب نادي النفط والحدود سابقا. عباس أيضا لاعب المعار من القوة الجوية لنادي الكهرباء. تلعب الكرة هناك من راس، عدت ويأتي الإبعاد. صافرة حتى خطأ هنا لنادي الكهرباء. سلامة الحارس محمد عباس. سلامة لمحمد عباس. خطأ وكثرة الاعتراضات تعيق سير المباراة من خلال هذا اللقاء. حساب الجولة 30 كما ذكرنا أحبتي الأكارم، التقدم للفريق الضيف لنادي الكهرباء بهدفين دون رد حتى هذه الدقائق. هدف نعم برأسية اللاعب حيدر عبد الكريم، وكان أيضا الهدف الثاني من اللاعب نهاد محمد لمصلحة نادي الكهرباء. نهاد محمد اللاعب اللي سجل كذلك هدفين في مباراة الذهاب، عاد اليوم وسجل في مباراة الإياب في شباك نادي الميناء. ومن خلال هذا اللقاء سلامة للحارس، سقوط الحارس محمد عباس. عدة لقاءات جمعت لقاءات الفريقين. فاز الميناء ب5 مواجهات في موسم 2012. فاز الميناء 2-1 على نادي الميناء، يومها سجل فيصل كاظم ونايف فلاح. جاسم سوادي سجل ذلك الهدف الوحيد. كذلك ايضا بنفس الموسم 1-0 لنادي الميناء، يوم سجل اللاعب لود نقبة. وكذلك بموسم 2013 فيصل كاظم بنفس النتيجة التي سجل بها نادي الميناء هدف وحيد بتلك المباراة بموسم 2013. هذه الإعادة لهذه اللقطة، الاشتراك ما بين اللاعب علاء عبد الزهرة والحارس محمد عباس. أيضا أحبتي بموسم 2017 فاز الميناء 2-1 وسجل حسام مالك وحسام إبراهيم. علي عودة سجل ذلك الهدف الوحيد بموسم 22 3-1 كأكبر انتصار لنادي الميناء على الكهرباء
يوم سجل عبد الله وصفي ومهدي علامة وسالم أحمد يوسف نبيل بذلك الهدف الوحيد لنادي الكهرباء خلال لقاءات الفريقين. هذه عادت بنقلة وللأمام 5 انتصارات لنادي الميناء خلال لقاءات الفريقين، وسنتحدث كذلك بلقاءات الفوز لنادي الكهرباء خلال لقاءاته أمام نادي الميناء. نقلة طويلة للأمام مستمرة وإلى خارج أرضية ملعب المباراة، بينما يبقى من الانتصارات الكبيرة 3-1 3-2 لنادي الكهرباء خلال لقاءات الفريقين. هذه بعد أن عادت الكرة بوسط ملعب المباراة. هناك للأمام مستمرة عند اللاعب عباس يلعبها وأمامية وسيون، ضاعت الكرة إلى خارج أرضية ملعب. هذا عباس ياس غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم يغادر أرضية الملعب أوسيون ويشترك مهند عبد الرحيم. خلاص أوسيون ترك أرضية الملعب ومهند عبد الرحيم هو من يشترك الآن. مهند من الزوراء للقوة الجوية لنفط الوسط النجف وللميناء. عادت الكرة الآن لوفيلو يلعبها كرار جعفر، عادت عند اللاعب جون تنفذ الآن يا جون بنقلة حميد رشيد الطائي، تنفذ هناك كيسيندا. عادت الكرة عند رشيد، يتراجع حميد الطائي بهذه اللحظات وتصل مرة أخرى. لا زالت مستمرة لنادي الميناء على عبد الزارق، قطعت الكرة مضت ولا زالت مستمرة بهذا التقدم لمصلحة نادي الكهرباء. أموري يحاول العبور بهذه اللقطة من أموري فيصل لمحمد سويعيد، عدى بالكرة من محمد والتصويب مضت إلى خارج أرضية الملعب. يا نهاد محمد سدد نهاد محمد والكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نهاد محمد ببراعة لهذا اللاعب، شاهد من هذا المكان وسدد بقوة لكنها ذهبت بعيدة وغادرت أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات نعم التقدم بهدفين دون رد، 2 لنادي الكهرباء لا شيء لنادي الميناء. هذه كرة عدت هناك صافرة من حكم المباراة. نعم يطالبون الحكم وماذا احتسب ركلة جزاء أم ماذا بهذه اللحظات؟ نشاهد هل يقول تراجع يا كابتن، ربما يذهب للفار ليتأكد من القرار الكابتن ليث فرحان، وكانت هناك مطالبة. هذه الإعادة شاهد بهذه الطريقة بعد أن لعبت الكرة الماضية وكانت هناك المطالبة من حكم المباراة، هل يحتسب من خلالها ركلة جزاء أم كانت هناك إعاقة واضحة من اللاعب عباس عادل للاعب حميد رشيد باللقطة الماضية، وهم يطالبون الميناء بضربة جزاء. هل يذهب ليتأكد من الفار حكم المباراة؟ نعم لن يشير لشيء، لكن هنا الإعادة يذهب ليتأكد ليعطي قراره. نعم يبقى القرار عند حكم المباراة في حال إذا احتسبت ضربة جزاء لنادي الميناء بعد تدخل اللاعب عباس عادل مع اللاعب حميد رشيد مع حميد الطائي. باللقطة الماضية كان هناك تدخل، نعم شاهدنا ولا زلنا نتابع. هل ماذا يقول حكم المباراة؟ نعم استدعاء الكابتن مهند مناف والكابتن وليد عبد السلطان احتمال نعم وجود ركلة جزاء بعد أن نادى حكم الفار، قال له تعال وتأكد بنفسك يا كابتن فيها هذا التدخل بهذه اللقطة. شاهد هنا قدم اللاعب وهناك يد اللاعب على كتف وليد، نعم على كتف اللاعب حميد الطائي باللقطة الماضية، ويبقى هو القرار عند حكم المباراة بعد أن عاد لهذه اللقطة. هل يحسم القرار وتحتسب ضربة جزاء لنادي الميناء ويستطيع من خلالها أن يقلص نتيجة المباراة أم ماذا؟ هناك سيشير. هذه اللقطة تعاد أكثر من مرة أمام أنظار حكم المباراة. يبقى بالآخر القرار عند حكم المباراة. نعم
الفار بمثل هكذا حالات تتدخل دائما لحسم الامور، وكذلك نعم هو يتاكد. هذه الكرة كانت يد اللاعب، شاهد هذه الإعادة تعاد مرة أخرى عند حكم المباراة من حكام الفار. هناك الكابتن وليد عبد السلطان والكابتن مهند مناف، وحكم المباراة يدرس الحالة جيدا ليتأكد منها حتى يذهب ويعلن عن قراره. وأما أن تكون ركلة جزاء لنادي الميناء أو لا وجود لركلة جزاء، نشاهد يبقى هو القرار الآن عند حكم المباراة. هذا هو القرار، لا وجود لركلة جزاء. نعم حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب ولا وجود لركلة جزاء بهذه اللقطة. هذه الإعادة كانت هنا اليد اليمنى للاعب على ظهر اللاعب حميد الطائي باللقطة الماضية، لكن حكم المباراة بعد أن عاد لتقنية الفيديو وتأكد، وكذلك هو المسؤول عن قراره بالأول والأخير. تبقى هذه الكرة بعد أن وصلت هنا الآن ويأتي الإبعاد، خلص إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. أحبتي نتيجة المباراة لا زالت مستمرة بهذا التقدم بهدفين دون رد. 2 لنادي الكهرباء لا شيء لنادي الميناء. جون جيرالت، عادت من جون جيرالت، وبعد أن وصلت هذه الكرة بنقلة مستمرة هنا للأمام، عدت بمنتصف ملعب المباراة. الكرة تعود أخرى لعلاء، أعاد الكرة لجون جيرالت، هي تعود في وسط ملعب المباراة لمصلحة نادي الميناء. للسفانة يحاولون، الكرة عدت ولا زالت مستمرة بهذه اللحظة عند اللاعب كرار جحفر، لكن مهند عبد الرحيم انقطعت من مهند لنهاد محمد. نهاد محمد صاحب الهدف الثاني في المباراة. ونادي الكهرباء ب10 لاعبين لا زال يضغط على دفاعات الميناء ويسعى من أجل الوصول لتسجيل هدف ثالث من خلال هذا اللقاء، وهم يحاولون بأن يحتفظوا بنتيجة المباراة بهذا التقدم بهدفين دون رد، بينما هنا معاناة عند فريق الميناء. وهناك خط، أموري فيصل يتحصل على خطأ هذا اللاعب اللقطة الماضية بعد هذا الاشتراك مع اللاعب خضر علي. الأخطاء تتكرر. هذه وصلت هناك من جديد، لا جديد حتى الآن، فالكهرباء متقدم بهدفين والميناء يعاني أمام الكهرباء ذهابا وإيابا، فهو خسر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وكذلك اليوم بأرضه وأمام جماهيره. والكهرباء يلعب ب10 لاعبين ومتقدم على الميناء أحبتي بهدفين دون رد، فهل يعود الميناء؟ وكما اعتدنا على الميناء الكرة بالراس وصلت بأن يحققوا الأهداف، بأن يحققوا الانتصارات، لكن مضت الكرة وغادرت أرضية الملعب وبعدت الكرة الماضية. هذه عادة الآن من اللاعب لوفيلو، يلعبها كيسيندا، وصلت لكيسيندا مرة أخرى، تلعب الآن عند اللاعب كرار جعفر، تنفذ من كرار وبوسط الملعب أموري فيصل، يلعب هذه الكرة من أموري لنهاد محمد، الكرة انقطعت وصافرة حكم المباراة. هناك خط، راية كانت حاضرة، راية المساعد علاء عباس، وتصويبها من مكان بعيد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أغلب هذه الكرات تهدر حتى هذه اللحظات، لا زالت مستمرة بهذا التحدي الكبير ما بين الميناء. نعم أحبت الميناء السفانة يعانون أمام الكهرباء خلال هذا الموسم ذهابا وإيابا، حيث حقق الكهرباء خلال لقاءاته الماضية 6 انتصارات خلال المواجهات التي جمعت الفريقين.
هذه عدت الآن لتصل مرة أخرى. شاهد هنا العبور، هنا المرور من علاء، يتراجع بهذه الكرة يا علاء وتصل من عباس. هناك لعلاء، هل يمرر الكرة باتجاه اللاعب مهند عبد الرحيم، والهجمة لا زالت قائمة لمصلحة نادي الميناء. هنا التراجع من حميد، يلعبها لعلاء، حميد الطائي لعلاء عبد الزهرة، ويأتي الإبعاد تتخلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والإبعاد باللقطة الماضية أبعدت. هنا تأتي صافرة حكم المباراة. سلامة اللاعب مهند، السلامة لمهند عبد الرحيم، سلامة اللاعب مهند عبد الرحيم بعد هذا التدخل بالكرة في الماضية. الشاهد بهذه الإعادة، وهذا الإبعاد كان من اللاعب محمد يحيى من دلاهي، أبعد الكرة الماضية بهذه الطريقة، واشترك مع اللاعب مهند عبد الرحيم، اللاعب الذي اشترك كلاعب بديل في موسم 2012-14/7. فاز الكهرباء 3-2 على نادي الميناء. يومها سجل أحمد حسين هدفين، وفاضل المقداس سجل هدف، وسجل سلطان جاسم وحسن حادي بتلك المباراة هدفين لنادي الميناء. هذه بعدها انعادت أيضا 2-1. هذه النتيجة تكررت في موسم 2018 لمصلحة نادي الكهرباء. عادت في وسط الملعب، مراد محمد وسجاد رعد، وإيدن جينيوز سجل ذلك الهدف الوحيد لنادي الميناء. هذه وصلت الآن الكرة، عدت ولا زالت مستمرة. هنا احتار، هنا عرقلة واضحة، وهنا صافرة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على اللاعب كرار. محاولة العبور كانت من اللاعب محمد سويعيد، ولكنه تحصل على خطأ بهذا المكان، والمطالبة من حكم المباراة هنا من اللاعب علي بعد هذه العرقلة وخطأ فني هنا في اللقطة الماضية. الشاهد سحب من قميص اللاعب أو من فانلة اللاعب، وكانت البطاقة الصفراء على اللاعب كرار جعفر، اللاعب اللي يشرك بالشوط الثاني، تلقى البطاقة الصفراء. والآن بهذا المكان ثابت لمصلحة نادي الكهرباء. أموري فيصل هو على التنفيذ، أموري فيصل وحسام كاظم، تترك لأموري فيصل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة الكهرباء، نعم تحسن بهذا الأداء وتقدم بهدفين، هو خارج الديار يقود المباراة حتى الدقيقة 83 متقدم بهدفين. عنده 7 دقائق متبقية، هل يحافظ على نتيجة المباراة أم يعود الميناء وكذلك يحقق أهداف من خلال هذه المباراة، يقلص النتيجة ويأتي بهدف التعادل. لكن هنا تصل للحارس محمد عباس رغم الطرد. يلعب الكهرباء ب10 لاعبين، ومن خلال مباراة اليوم كما تشاهدون أحبتي أجواء مثالية لمباراة اليوم. الإبعاد بالكرة الماضية، الكهرباء قادم من أجل الانتصار بعد الفوز الكبير على نادي تهوك في الجولة الماضية، وكذلك الميناء بعد فوز على نادي نفط البصرة بالجولة الماضية، كذلك كان يسعى من أجل أن يحقق نتيجة إيجابية من خلال هذا اللقاء. علاء عبد الزهراء يترك أرضية الملعب، ويشترك اللاعب مهدي هاشم الآن. مهدي هاشم بهذه اللحظات بدلا من علاء اللاعب الخبرة وكابتن الفريق يغادر أرضية الملعب ويشرك مكان اللاعب مهدي هاشم. يوم غد 4 مباريات، النجف يواجه القرمة، والحدود يواجه نادي الأروز، أربيل يواجه الشرطة، ونفط ميسان يواجه الطلبة. عادة هنا بنقلة لكرار، كرار يحاول العبور، كرار هنا التوغل والمرور من كرار جعفر، يتراجع والإبعاد يأتي، تتخلص الكرة من حيدر عبد الكريم، أبعتها حيدر عبد الكريم اللاعب اللي افتتح التسجيل واللي سجل الهدف الأول بالمباراة دقيقة 50، وعاد لهادي محمد وأضاف الهدف الثاني بالمباراة لمصلحة نادي الكهرباء. هذه غادرت أرضية الملعب، الكرة ضاعت. نظراتي الكابتن حسام السيد، نظراتي بحيرة، أنت تلعب أمام 10 لاعبين، لابد أن يكون التعامل بأكثر جدية. هذا إذا أردت أن تقلص من نتيجة المباراة، أو إذا أردت على الأقل أن تعود بالمباراة وتعدل من نتيجة المباراة لكي تقاسم نقاط هذه المباراة. لكن هناك توجيهات للمدرب راضي شريشل، سلامة اللاعب
هذا الاشتراك بالكرة الماضية مع اللاعب مهدي. هذه الكرة أبعدت تعود مرة أخرى، وهناك بنقلة تصل لأموري فيصل. أموري بوسط الملعب، محمد سويعيد من محمد سويعيد، حاول المرور يا سويعيد، عادت من حسام كاظم بوسط الملعب يا حسام كاظم. حسام عاد الكرة من علي خالد لمحمد عباس، نقلة من عباس ووصلت بالراس تتخلص بوسط الملعب لوفيلو، انقطعت من لوفيلو، عادت لحسين عامر مرة أخرى للاعب لوفيلو روبن بوسط ملعب المباراة، أعاد الكرة لمهدي هاشم. هذا هو مهدي هاشم، محاولة العبور يا مهدي هاشم، تصل مرة أخرى كيسيد يتراجع بهذه الكرة، نقلة هي بتمريرة من كرار لكيسيد، عدى من الجهة اليمنى محاولة العبور وحسام تدخل وأبعد حسام كاظم، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت إلى المدافع حسام كاظم. خلص الكرة الماضية. الكهرباء تنور أجواء ملعب المباراة، الكهرباء رفعت فولتية المباراة وتقدمت بهدفين ونرت هناك صافرة تأتي وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية مع الحارس. هذا هو الحارس اللي يشرك بدلا من الحارس أمجد رحيم، محمد عباس نادي الكهرباء. خلال تلك اللقاءات السابقة أيضا فاز 3-1 بموسم 2020، وما سجل اللاعب رحيم ولابي ومحمد إبراهيم سجل هدفين، بينما عماد مجيد سجل الهدف الوحيد لنادي الميناء بموسم 22. 1-0 كان لنادي الكهرباء كذلك يومها سجل اللاعب محمد سلام ذلك الهدف الوحيد، وأيضا في موسم 23 أيضا انتهت 3-1 تلك النتيجة لمصلحة نادي الكهرباء. أيضا سجل اللاعب نابيل برغال وكذلك أموري فيصل ومحمود خليل وحسن عودة سجل ذلك الهدف الوحيد. آخر مباراة خلال لقاءات الفريقين من هذا الموسم 24-25 انتهت لمصلحة نادي الكهرباء بهدفين لهدف، كذلك سجل اللاعب نهاد محمد هدفين، وعلى عبد الزهرة اللاعب اللي غادر أرضية الملعب يوم سجل الهدف الوحيد لنادي الميناء. لكن حتى الآن لا زالت المباراة مستمرة بهذا التقدم للفريق الضيف لنادي الكهرباء بهدفين دون رد. الكرة وصلت وغادرت أرضية ملعب المباراة. لازلنا نتابع بهذا الأداء. نادي الميناء لن ينجح حتى الآن ولن يصل ليسجل. أخطر كرتين كانت لنادي الميناء هي كرات اللاعب سالم أحمد، ولم تسجل ولن تمزق ولن تصل للشباك، بل هي هددت لكنها ذهبت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. وهنا وصلت الكرة الآن، هذا الارتقاء والإبعاد يأتي محمد سويعيد، أموري فيصل يلعب أموري من أموري لنهاد محمد. نهاد محمد يحاول الآن بهذه الكرة، نهاد يشكو على ما يبدو، نهاد يشكو بشد عضلي. اللقطة الماضية عادت هناك عباس من عباس ياس، مرور عند اللاعب حميد الطاي، حميد رشيد الطاي يحاول المرور بهذه اللقطة من حميد رشيد الطاي، عدى بالكرة مضى ولكنها أبعدت الآن وغادرت أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا حميد، فتصل مرة أخرى. لا شيء جديد بهذه المباراة، الكهرباء متقدم بهدفين والميناء يسعى من أجل العودة لتقليص نتيجة المباراة. فهل يتمكنون من النجاح ويقلصون نتيجة المباراة إلى خارج أرضية الملعب؟ أبعدت يا كيسيدا والإبعاد كان من حسام كاظم. حسام خلص الكرة الماضية باللقطة الماضية، الإبعاد كان حسام تلك اللقطة
أضعتها. يلا يا محمد عباس، كل شيء يمضي حتى الآن. هذه للأمام. هناك بعد الكرة التي مضت صافرة حكم المباراة تنفذ، والكرة عند اللاعب لوفيلو يلعبها من لوفيلو بوسط ملعب المباراة للحظات وثواني متبقية على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. هذا عاد الوقت الذي سيضاف الحكم اللقاء. صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة شيل وجود خطأ. نادي الكهرباء هذا الموسم خسر 10 مباريات، واليوم يلعب مباراته 30 حساب الجولة 30 منافسات دوري نجوم العراق. هل يتساوى يكون عنده 10 انتصارات وخسر 10 وتعادل ب10؟ لكنه هو خسر، تعادل من وتغلب على من، لكن خسر من نفط البصرة 2-1، خسر من أربيل 4-3، خسر من الشرطة 1-0، من الزوراء 1-0، وخسر من الطلبة 2-1، من الحدود 2-1، من الشرطة 2-0، من الزوراء 3-0، خسر من نفط ميسان 2-0، من الطلبة 1-0. هذه النتائج التي خسر بها نادي الكهرباء خلال هذا الموسم، ويسعى من خلال هذا الموسم أن يحقق انتصاره العاشر حتى الجولة 30 من منافسات دوري نجوم العراق. ما زلنا نتابع ونشاهد أحبتي بهذه اللحظات. منتظر على ما يبدو بدلا من اللاعب نهاد محمد. نهاد يترك أرضية ملعب المباراة ومنتظر رحيم هو من يشترك الآن. منتظر بدلا من اللاعب نهاد محمد صاحب الهدف الثاني بالمباراة. نهاد ترك أرضية الملعب ويشرك اللاعب منتظر رحيم. 10 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. هل تكون هذه الدقائق كفيلة بأن يعود الميناء ويقلص من نتيجة اللقاء، أم يستمر هذا الأداء ما بين الميناء والكهرباء؟ لا زلنا نتابع. وصلت الكرة الآن هناك بهذا التقدم، يأتي الإبعاد تتخلص لتعود مرة أخرى. ماشية الكرة الآن لوفيلو يلعبها وبنقلة مضت إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة، تصل مرة أخرى عند اللاعب مهدي. مهدي يحاول بمنتصف الملعب. هل تكون الخسارة التاسعة أو الرابعة عشر لنادي الميناء خلال هذا الموسم؟ هو خسر 13 مباراة وفاز ب7، فاز ب8 وتعادل ب7. جون جيرالد يلعبها لوفيلو بوسط ملعب المباراة. يا لوفيلو لا زالت الهجمة قائمة لمصلحة نادي الميناء المتأخر بهذه المباراة. مهدي يلعب الآن من مهدي، محاولة وتمريرة، هناك القطات الكرة لتصل مرة أخرى. شاهدية تعود ولا زالت قائمة حتى لا كيسيدا يتراجع بهذه اللحظات لمصلحة نادي الميناء. مهدي تأتي العرضية هنا الراسية والإبعاد تتخلص لتعود مرة أخرى من دفاعات نادي الكهرباء، وهم يحاولون الوصول، يحاولون العبور، المرور. هناك عدت ولا زالت مستمرة بهذا التقدم، لكن هنا تتخلص لتعود مرة أخرى. نعم الكرة بمنتصف الملعب، لا شيء للميناء والكهرباء ب10 لاعبين متفوقين على الميناء بهدفين دون رد. وصلت الكرة أمامية، لا زالت مستمرة، وصلت عند الحارس عبد السليم حماد إلى اللاعب جون جيرالد. جون يلعبها مرة أخرى مهدي. هل يمرر هذه الكرة باتجاه لاعب كيسيندا؟ هناك لمهند عبد الرحيم. كيسيندا تحت الكرة عرضية طويلة عالية. هل وصلت يا كيسيندا بالراس؟ هناك تخلص وتراجع لدفاعات نادي الكهرباء بعد أن وصلت وتعود مرة أخرى. في مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين مقابل هدف كان أيضا فيها طرد لاعب، يومها طرد اللاعب مسلم موسى بتلك المباراة والتي انتهت لنادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف. ولكن اليوم عكس الأمور الماضية، الطرد عند فريق الكهرباء. نعم
ورد اللاعب علي رحيم، ولكن المباراة كما تشاهدون أحبتي مستمرة بهذا التقدم للفريق الضيف بهدفين دون رد. هذه الكرة عادت للحارس عبد السليم من عبد سليم، تنفذ الآن هجمة ومحاولة العبور لمصلحة نادي الميناء. الميناء يحاولون العبور كما تشاهدون أحبتي، الوقت يمضي ويداهم ما تبقي من أحداث اللقاء، لكن الكهرباء متفوق بهذه المباراة، متقدم بهدفين، يسعى لكسب النقاط الثلاثة من خلال هذا اللقاء، هو برصيد 37 نقطة. هل يحقق النقاط الثلاثة ليرتفع رصيده للنقطة 40 خلال مباراة اليوم؟ هذه وصلت ويتجمد رصيد نادي الميناء على 31 نقطة خلال هذا اللقاء. التقدم بهدفين أكيد هذا يعطيك انطباع بالأفضلية والتقدم وأنت تلعب خارج أرضك خارج الديار، ومتقدم بهكذا نتيجة أمام فريق صعب، أمام فريق عنيد، فريق تجاري، فريق مثل فريق الميناء ومثل هكذا مباراة. لكن أحيانا تكون لكل مباراة ظروفها، وظروف المباراة شاءت أن تكون لمصلحة نادي الكهرباء المتقدمة بهذه المباراة. هل يقفز بسلم الترتيب ليكون في المركز 11؟ نعم، من خلال مباراة اليوم ب40 نقطة. هذه الكرة قطعت هناك صافرة تأتي من حكم المباراة مجددا. بعد ذلك تدخل جون، يلعبها من جون تيران، ماشية الكرة يا جون، عدت وللأمام، جون تنفذ الكرة أمامية والإبعاد يأتي من محمد عباس. تخلص يا محمد عباس، أبعدت الكرة يا محمد عباس بنقلة لتصل مرة أخرى. هذه تعود الآن ولا زالت مستمرة، هي عند اللاعب تيسيدا، فعدت الكرة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات، والكرة تبعد. الآن قطعت خطورة قائمة لا زالت مستمرة لنادي الميناء، ولكن الإبعاد يأتي والكرة تغادر أرضية ملعب المباراة. فلا زلنا نشاهد، لا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات، الأجواء مستمرة والتقدم حتى هذه اللحظات. هنا الركنية لمصلحة نادي الميناء بهذه اللحظات، الميناء الذي يبحث عن أهداف تقلص نتيجة المباراة، والإبعاد يأتي تتخلص هنا من جديد مرة أخرى. كيسيدا وكرة بالرأس أبعدت الآن، لا زالت مستمرة قائمة لمحمد عباس. محمد عباس خروج للحارس باللقطة الماضية، ولا زالت الأمور بهذا التقدم. نعم، هل تسعف نادي الميناء بما تبقي من لحظات المباراة ومن دقائق من الوقت الإضافي؟ هل تكون 3 نقاط بجعبة المدرب راضي شتيشل بهذا التقدم وبهذا نعم بهذين الهدفين، عندما سجلوا هدفين في شباك نادي الميناء أصبح فريق الكهرباء يتراجع للخلف من أجل كسب النقاط الثلاثة والحفاظ على نتيجة المباراة. فهو تغلب على أندية البصرة، تغلب على نفط البصرة 2-0، وتغلب على نادي الميناء 2-1 في مباراة الذهاب، واليوم يعود أيضا يتغلب على نادي الميناء 2-0، بينما هو خسر أيضا مباراة الذهاب أمام نادي نفط البصرة 2-1. لعب 4 مباريات مع أندية البصرة مع نفط البصرة والميناء، فاز ب3 وخسر ب1. تعود على الميناء ذهابا وإيابا، لكن خسر ذهابا أمام نفط البصرة وتغلب إيابا على نفط البصرة. هذه تعود الآن لنقلة، مرت، وصلت، عدت، هنا العبور، هنا المرور، مهدي يتراجع، أعاد الكرة يا مهدي هاشم، تعود عند اللاعب جون يلعبها من جون جيران، لا زالت مستمرة بنقلة أخرى، مضت الكرة تنقطع، وهنا التدخل لهذه الكرة محمد يحيى من دلاهي، يلعبها لسويعيد، نقلة لا انقطعت لسويعيد والكرة باش. تعود الآن بنقلة أخرى، عادت الكتيبة الزرقاء، هي مستمرة حتى هذه اللحظات، والإبعاد تخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة.
ثواني بدأت بالعد لما تبقي من أحداث المباراة. كان جحفر يحاول المرور، يحاول العبور لنادي الميناء، لكن خلاص نعم الكهرباء يعرفون كيف يتعاملون مع المباراة. هذه الكرة بالراس هنا تتخلص، لا ليست بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة يا حسين. كان من الممكن أن تسدد نحو المرمى ولكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة يا حسين. الكرة الماضية ذهبت بعيدة يا حسين عامر وغادرت أرضية ملعب المباراة. فحتى هذه لحظات كرة بالراس هنا تتخلص لتعود مرة أخرى. شاهد وصلت عند حسين عامر الثواني الأخيرة المتبقية من أحداث اللقاء إلى الوقت الإضافي، وفي الواقع والنتيجة الكهرباء هو المتفوق، هو المتقدم، هو من يحقق النقاط الثلاثة لما تبقي من أحداث المباراة. للحظات تنفذ هذه الكرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص هي 3 نقاط في جعبة المدرب راضي شتيشل ب10 لاعبين. يقلب الطاولة على صاحب الأرض ويتقدم بالمباراة بهدفين دون رد. وصلت الكرة بمنتصف الملعب، هذه مرت من أمور فيصل، عدى أمور فيصل. عند دخول هذا اللاعب تغيرت جميع الأمور لمصلحة الكهرباء عندما أشرك عموري ومنتظر عادل. وهنا تأتي صافرة حكم المباراة ليث فرحان تعلن عن نهاية أحداث اللقاء بفوز نادي الكهرباء بهدفين دون رد. مبارك لنادي الكهرباء، 2 و3 نقاط خارج الديار. هارد لك لنادي الميناء الذي خسر هذه المباراة بأرضه وأمام جماهيره. على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر مباراة أخرى يتجدد معكم اللقاء. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.